بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلب؟ اخباركم ايه؟ يا رب كده يا حبايبي تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه كده سهله وبسيطه كده. هنعمل نص فرخه يا دوب. معنا فرخه حلوه ناخد يا دوب نصها كده، وهنعمله المشويه في الفرن بالخضار. طريقه بسيطه جدا بس طعمها بجد خرافه وموفره جدا واقتصاديه كده. يلا يا حلوين تعالوا ايه لما نشوف مع بعض هنعمل ايه. زي ما انتم شفتوا كده فرخه كبيره كده ما شاء الله، بتاعت 2 كيلو كده تقريبا. برضو غسلتها ونقعتها في المحلول زي ما انتوا عارفين، وجهزت شويه خضار حلوين. النهارده هاخد نص الفرخه بس هعمله مع الخضار. اكله اقتصاديه وموفره وما شاء الله يعني بتقطع كميه كبيره. هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ هنقطع الفرخه كده زي ما انتوا شايفين، هناخد النص. طبعا انتوا عارفين ان صدور الفراخ حلوه وفي الاكل وكل حاجه، بس دايما بتبقى في الوصفات اللي هي المفروم والشاورمة الفراخ وفي الحاجات دي بتبقى احسن كتير. هناخد النهارده بس الوراك، وهناخد قطعتين اللي هي مع الجناح اللي فوق ديت، وهنقطعهم كده اي تقطيع اللي انت عايزاه. وممكن تسيب الورك سليم عادي، لكن انا قطعت الورك قطعتين زي ما انتوا شايفين كده. وهناخد معاها القطعتين بتوع الجناحات اللي فوق دول، وهنسيب نص الفرخة اللي هو الصدرين ده مرة تانية ان شاء الله نعملهم ايه وصفة تانية كده. عشان ايه برضو تبقى الوصفة اقتصادية كده وبسيطة، وخدنا الفرخة كده عملناها على مرتين، والوصفتين ان شاء الله احسن من بعض ان شاء الله. يا حلوين اسجل لكم فيديو كده واحنا بنعمل صدور الفراخ دي مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده قطعت الورك قطعتين، واخدت الجزء اللي هو بتاع الفرخه اللي فوق ده، قطعت الجناحات اهو زي ما انتوا شايفين كده حلوين. تاخدي معاها قطعه من جوه كده يعني بتعملها شكلها حلو كده محترمه. بس كده هنسيب بقى الصدرين دول زي ما انتوا شفتوا يا حلوين مره تانية ان شاء الله نسجلها مع بعض. بعد كده بقى هناخدهم نغرزهم كده عشان الخلطه تدخل جواهم. طبعا قبل اي حاجه زي ما انتم عارفين بنعمل المحلول يا حلوين، وبننقع فيه الفرخه حوالي ساعه او اتنين. بعد كده بقى بنحاول ايه نشرح كده قطع كده، نغرز في الفراخ كده قطع عشان بالسكينه كده عشان الخلطه تدخل فيها. وصفه النهارده ممكن تتبليها وتعينها في التلاجة. وممكن تعملها وتشتغل على طول. انا هعملها النهارده وهطبخ على طول. بعد كده هنحط ايه حلوين؟ هنحط بهارات فراخ، ونحط ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشويه كاري وشويه ملح ونقطة زيت صغيرة يا حلوين. وهنلم كل الحاجات الحلوة دي ونتبل الفرخة ونركنها شوية على ما نجهز مع بعض شوية الخضار. وادي الملح بتاعنا. بعد كده يا حلوين لسه رشة زيت. وبعد كده هنقلبهم كده تقليبة حلوة ونركنهم كده مع بعض. هنركنها كده مع بعضها كده ونبدأ بقى ايه نقطع الخضار كده اللي احنا هنضيفه معاها في الفرن. وطعمهم بجد جميل جدا، ده طعم الخضار معاها بجد وهم. بعد كده يا حلوين هنقلبها كده تقليبه حلوه كده، وهنسيبها بقى على جنب تعيش حياتها. وممكن يا حلوين زي ما قلت لكم هنتبلها ونعينها في التلاجة. بعد كده بقى تعالوا بقى انا معايا ايه بطاطستين، طماطمتين 2 طماطم، بصلايه واحده كبيره، قرن فلفل، قرن شطه حامي. هنقطع الحاجات دي كلها كده حلوه مع بعض. ممكن عندكم لو عايزه تضيفي كوسه شويه بسله الخضار اللي عندك. بس انا عندي الخضار اللي بيتاكل دايما الولاد عندي مش بيحبوا حاجه زي البطاطس. فانا حطيت بطاطس بس اهو يا حلوين. هتقطعيه طبعا ممكن تقطعيه مكعبات، ممكن تقطعيه صوابع زي ما انا عامله كده اللي انتوا عايزينه. ممكن تعملي شويه صوابع وشويه مكعبات زي ما انتوا عايزين يا حلوين. التقطيع ده ايه حسب ما انت عايزه. تمام كده. وهنقطع بقى الطماطم حوالي 2 3 طماطم. وعملت بصلايه واحده. زي ما قلت لك ممكن تضيف الخضار اللي انت عايزاه. الوصفه دي هتعجبكم جدا، جربوها يا حلوين. ولو لكم في التوفير اعملوا نص فرخه زي بس كده وهتدعوا لي. نحاول بقى نقطع البصل قطعات اللي هي خفيفه شويه كده، متبقاش خشنه كده عشان تستوي. تبقى طعمها ايه بجد والله. الخلطه دي طعمها جميل جدا جدا جدا، والخضار في الوصفه دي تحفه. بعد كده يا حلوين هنقطع بقى قرن الفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده. قرن الفلفل ده لو لكم في الاكل المشطشط وممكن تستغنى عن الفلفل الاسود ونكتفي بحراره قرن الشط ده.
وبعدين نقطع الفلفل الاخضر، عندك بقى فلفل اصفر فلفل احمر اللي عندكم ضيفوه، بس انا والله الموجود حاليا في الفلفل الاخضر بس. بعد ما قطعنا كده يا حلوين زي ما انتم شفتوا، بعد كده هنتبل ده بقى لوحده. هنحط برضو نفس الحاجات اللي حطيناها على تتبيله الفراخ، فيما عدا بهارات الفراخ. هنحط هنا بقى الملح وشطه، حبه شطه صغيرين كده، وممكن تستغنى عنهم. نحط رشه فلفل، وممكن برضو تستغني عنها وتكتفي بحرارة قرن الفلفل. ونحط شوية كمون، شوية بابريكا، شوية كاري، شوية توم باودر وبصل باودر. تمام يا حلوين. ورشة الزيت، وهنضيف عليهم كيسين كاتشب كده، او لو عندك معلقة صلصة يكون احسن. تمام كده يا حلوين، ادي كيسين الكاتشب. بعد كده بقى هنقلبهم كده تقليبه حلوه مع بعض، وهنجيب الكيس الحراري ونحط الخضار مع الفراخ وندخلهم الفرن حوالي ساعتين. حاولوا يا حلوين تجربوا الوصفه ده، تعجبكم جدا والله. طعم الخضار تحفه. كل اللي هتقدري تعمليه جنب الاكل ده، هتعملي يا دوب حبه رز بشعريه كده، كوبايتين رز بشعريه كده، بقت اكله جميله جدا. بعد كده بقى هنضيف الفراخ مع الخضار. وممكن ما تضيفوش يا حلوين لو تعملوش الخطوه اللي انا عملتها دي، ممكن تجيبي الكيس الحراري تعبي على طول كده من غير ما تتبلوهم مع بعض. احنا كده كده متبلين الفراخ لوحدها، لانها زايده بهارات عن اللي بتتحط في الخضار. ممكن انت بقى تستغنى عن الوصفه دي، عن الخطوه دي زي ما قلت لكم، وممكن تحطي كله كده في الكيس كده مره واحده، مش لازم يعني تخلطوهم ببعض. بعد كده بقى الكيس الحراري اهو زي ما انتوا حلو شفتوا يا حلوين، هنعبيها بقى كله كده مع بعضه. الخضار على الفراخ، بجد الوصفه ريحتها جميله جدا وهي لسه نيه كده، ولما خلصت والله بجد طعمها وهم. حاولوا تجربوها كده وتقولوا لي ايه رايكم. هعبي بقى كل الحاجات الحلوه دي كده كلها مع بعض، وبعد كده هنربط الكيس الحراري وهنغرزه زي ما انتوا عارفين يا حلوين كام فتحه كده عشان ما يفرقعش من الفرن. ونحط حوالي نص كوبايه ميه في الصينيه، وبعد كده بقى ندخلها الفرن. وبعد ساعتين خرجت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والله يا جماعه ريحتها جميله جدا جدا جدا. هتعملي جنبها يا دوب شويه الرز. والف هنا وعافيه يا رب على كل الحلوين اللي هيجربوها. دي طريقتنا النهارده، عملنا الفراخ المشويه في الفرن بالخضار. يا رب كده تجربوها يا حلوين، وقولوا لي كده ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم. ما تنسونيش بقى يا حلوين في اللايك وفي الشير وكده. هي اكله طعمها جميل جدا، وضيف عليها ان هي اكله اقتصاديه، ونوفر كده مع بعض يا حلوين. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. حاولوا تجربوها كده، واللي يجربها يقول لي ايه رايكم. وزي ما قلت لكم يا حلوين، انتوا ممكن تضيفوا الخضار اللي انتوا عايزينه. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد.